يوم عادي في ألمانيا. تعالوا نقضي اليوم النهارده سوا. القطه بتاعت النمر الصغير طلع على الرف في الحمام، وقعه كسره. عايز اقول لكم ان انا بقالي 3 ايام عمال الف في الدنيا كلها على نفس الرف ده مش لاقيه، وللاسف لازم اجيب نفس نوع الرف ده علشان ليه مدخل معين في الحيطه لازم اجيبه هو، وعمال ادور ورحت اماكن كتيره جدا مش لاقيه. تقدر تيجي في اي وقت تقعد هنا ترتاح شويه لو انت حابب بشكل مجاني. للاسف يا شباب ما لقيتوش خالص كده. انا هسيب المكان اللي انا فيه وهروح دلوقتي اشوف انا هاكل ايه النهارده، عشان طول اليوم كنت في الشغل، وبعد الشغل رحت ادور على الستاند ده، والوقت عمال يتاخر اهو. لازم اروح اجيب اكل وشرب قبل ما المحلات والماركتات تقفل، او على الاقل اقرر اشوف هروح اكل فين مثلا. وانا بتمشى لقيت كوره لامبورجيني يا شباب. طب دي انا لو جبتها انا مش هعرف العب بيها. طب دي يهون عليا ازاي انزلها الارض العب بيها دي؟ طيب بصوا العلبة دي يا شباب فيها 12 هرم، كل هرم فيه نوع شاي مختلف وطعم شاي مختلف عن التاني. لقيت المكرونة دي مكرونة قلم، بس المقاس بتاعها تقريبا مقلمة اقلام. ايه المقاس الرهيب ده يا شباب؟ المكروناية الواحدة أكبر من صباعي. وأخيرا لقيت الاسباجيتي السوري. الموضوع طلع بجد يا جدعان. خرجت طبعا لقيت الدنيا مطرت وغرقانة خالص. يا ساتر يا رب. مش عارف بقى دلوقتي اروح اجيب لي منقوشتين 3 كلهم، ولا اروح الماركت اجيب اكل واعمله في البيت، ولا اقضيها شاورما. والله ما عارف يا شباب. وانا ماشي بقى جوه قابلني واحد تركي لفت انتباهي جمال الروايح بتاعته. رحت له قلت له انا مجنون روايح، والراجل قال لي افتحها كده بس وهي كده هتشتغل. مش عارف المفروض بقى اعمل ايه تاني، عشان لو حد عايز يجيب نفس النوع لسه ما جربتوش. المفروض اشيل البلاستيكه دي. بسم الله. شلت البلاستيكه هي اللي كانت جوه. لا لا، ريحتها فعلا جميله جدا ما شاء الله. هنشوف بقى الاداء بتاعها هيكون عامل ازاي. هبقى اعلقها انا بقى ايه بعدين، علشان الدنيا بدات تليل وعايز اروح الحق الراجل. الدنيا طبعا ممطره والوضع صعب في الطرقات. يلا بسم الله توكلنا على الله.